الفنانة سهير رمزي طلعت ترند خلال الساعات اللي فاتت. ليه؟ عشان اتكلمت عن الحجاب. قالت ان هي لما اتحجبت ما كانش بسبب الشيخ الشعراوي زي ما الناس كلها عارفة. قالت ان هي قابلته بعد ما اتحجبت، وبالنسبة ان هي قلعت الحجاب فهي مش شايفة ان هي زعلانة ان هي قلعته، لان بتقول ان السن له احكامه، يعني ان هي خلاص في سن عادي ان هي تقلع الحجاب. قالت كمان ان هي ضد تقديم السيرة الذاتية لأي فنان، لان بيبقى عندهم شوية اسرار ما ينفعش ان هي تطلع على الملأ، لكن ان لو حصل ان هي تقدم لها سيرة ذاتية فهي بتختار الفنانة ياسمين صبري، وبتقول ان هي شبهها جدا وأمورة جدا زيها. كمان اتكلمت عن انها رفضت ميراث باباها، وقالت ان هي ما شافتوش تقريبا الا مرة واحدة وهي طفلة صغيرة بعد ما انفصل عن مامتها، فبالتالي ما شافتهوش خالص الا مرة واحدة، ولما كانت بتيجي تكلمه بعد ما كانت ممثلة كان بيرفض يقابلها، فبالتالي شايفة ان اخواتها من باباها هم الاحق بالميراث ده، ومقطوعة علاقتها باخواتها. ده طبعا كانت تصريحات لسهير رمزي في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طيل على قناة صدى البلد.